السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ثالثة ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا كويسين ومعلين الهمة وجدعان وشادين حيلنا وبنذاكر. درس مقارنات الصفات، الدرس ده من الدروس المهمة جدا جدا جدا، ومن الدروس اللي مليانة نقط، مفيش ولا نقطة صعبة، حرفيا كل حاجة واضحة، كل حاجة صريحة، ولكن مليان نقط. الدرس ده احنا هنشرحه على 2 فيديوز. أول فيديو هيكون القواعد الأساسية بتاعت الدرس، يعني ايه صفه اصلا الاول، ويعني ايه مقارنات، ويعني ايه درجات المقارنات، ويعني ايه صفه قصيره وصفه طويله. وبعد كده هبدا استخدم او هبدا اشتغل على الصفات الشاذه بتاعته، الحاجات البسيطه اللي انت اكيد خدتها قبل كده. وفي الفيديو الثاني بارت 2 بعد ما اظبط الاساسيات بتاعت الدرس هبدا على التريكات بتاعت الناس الكبار. قول بسم الله وصلي على النبي، ظهرك ورا عشان ما تقتبش وخليك مصحصح معايا. الصفات، قبل ما اتكلم عن اي حاجه في موضوع مقارنات الصفات اللي هو الدرس، انا عايز اعرفك اصلا يعني ايه صفه. عايزين نتكلم في كام نقطه كده على يعني ايه صفه اصلا. اول حاجه عايزك تعرفها او اول حاجه عايزك تقولها معايا، قول معايا ده: الصفه تصف اسم وتاتي قبله. قول معايا: الصفه تصف اسم وتاتي قبله. فهمني اكتر يا مستر. لو عايز اقول مثلا راجل كويس هقولها ازاي دي؟ هقولها a good man. تعال نتكلم كده ونوضح الاركان بتاعه العباره اللي انا كاتبها دي. A good man. man دي عباره عن ايه؟ man دي كلمه عباره عن اسم. طب good دي عباره عن ايه؟ good دي كلمه عباره عن صفه. A good man راجل كويس. الصفه good وصفت الاسم اللي هو مين؟ man. جت فين؟ زي ما انت شايف جت قبله. يبقى تاني: الصفه تصف اسم وتاتي قبله. الصفه تصف اسم وتاتي قبله. ماشي يا مستر؟ تمام. الصفه توصف اسم وبتيجي قبله. ينفع تيجي بعده؟ انا متاكد انك بتقول لا دلوقتي، بس ينفع تيجي بعده. فهمنا يا مستر لو سمحت. بص كده بكل بساطه هقول لك the man is good. وتعال نتكلم شويه. كلمه good عباره عن ايه؟ good عباره عن صفه زي ما لسه قايلين فوق من شويه adjective. طب كلمه man دي عباره عن ايه؟ man دي عباره عن اسم. نفس الكلام اللي فوق بالظبط، هو نفس المعنى. the man is good الراجل بيكون كويس. بس في حاجه هنا، هي الصفه good ليه يا مستر جت بعد الاسم؟ عشان ده، عشان verb to be. ودي تاني ملحوظه او تاني معلومه عن الصفات، لمهم تاني من الاول. الصفه تصف اسم وتاتي قبله. تاني: الصفه تصف اسم وتاتي قبله. ينفع تيجي بعده؟ لو كان عندي verb to be am او is او are، او كان في الماضي was او were، او كان have been او has been وhad been، ايا كان الشكل بتاع verb to be. يبقى الصفه بتوصف اسمه تيجي قبله، ينفع تيجي بعده لو كان عندي verb to be. ممكن نمستر حاجه ثانيه او معلومه ثالثه عن الصفه. الصفه ممكن تيجي بعد اي فعل معناه يبدو. تاني: اي فعل معناه يبدو. فهمني اكتر يا مستر. عندك الافعال دي، فعل زي الفعل look لما يجي بمعنى يبدو مش ينظر. عندك فعل زي الفعل seem لما يجي بمعنى يبدو او هو اصلا معناه يبدو. عندك فعل زي الفعل sound. عندك فعل زي الفعل taste. عندك فعل زي الفعل smell. عندك فعل زي الفعل feel. مستر ثواني، هو مش taste ده معناه يتذوق؟ معناه يتذوق لما يكون الفعل بتاعه عاقل، انما لما يجي الفعل بتاعه غير عاقل بيجي بمعنى يبدو من ناحيه الطعم. اديني جمله مستر. This pizza، البيتزا دي tastes delicious. يعني ايه؟ البيتزا دي تبدو لذيذه طبعا من ناحيه طعمها. طب مستر هو سميل مش معناه يشم؟ سميل هيجي معناه يشم لما يكون في حد بيشم او في مثلا حيوان بيشم. اما لو بدات مثلا بورده او بريحه حاجه معينه، ريحه اكل، ريحه مكان، ريحه اي حاجه، هقول لك مثلا this flower smells beautiful. يعني ايه؟ الورده دي بتبدو جميله من ناحيه الريحه. طب مستر فيل مش معناها يشعر؟ يشعر او تيجي بمعنى يبدو من ناحيه الاحساس او الملمس. This board feels soft. يعني ايه feels soft؟ تبدو ناعمه من ناحيه الملمس. يبقى اذا برضو كل الافعال اللي معناها يبدو دي بيجي بعدها صفات، ودي المعلومه الثالثه عن الصفات. لم الثلاث معلومات. الجزئيه دي مهمه جدا جدا عشان تعرفك يعني ايه صفه اصلا قبل ما نخش في الدرس بتاع النهارده اللي هو يعني ايه مقارنات الصفات. الصفه بتوصف اسمه وبتيجي قبله، وينفع تيجي بعده لو كان عندي verb to be، وينفع تيجي بعد الافعال اللي كلها معناها ايه؟ كل الافعال دي معناها يبدو. طيب اخر معلومه عن الصفات، انا عندي فعلين، فعل اسمه get وفعل اسمه become. الافعال دي ممكن يجي بعدها صفه. طب مستر ليه ما حطهمش get وبيكم مع الافعال اللي معناها يبدو؟ ما هي كلها افعال. لا ركز معايا قوي.
الفعلين دول عشان يجي بعدهم صفه بيفيدوا حاجه اسمها التدرج في الصفه. تاني كده ايه يا مستر الكلام ده؟ التدرج في الصفه. فهمني لو سمحت. ايه الفرق ما بين ان انا اخش مكان واقول ايه ده؟ اتس دارك هير. اتس دارك يعني ايه؟ اتس دارك يعني انا اول ما دخلت لقيت الدنيا ضلمه، انا دخلت على الضلمه. انما لما اكون قاعد مع اصحابي مثلا واقول لهم انا هقوم امشي، ليه يا عم في ايه؟ اصل انا اتس جيتنج دارك واتاخرت ولازم اروح. اتس ايه؟ اتس جيتنج دارك، يعني الدنيا ايه، ضلمه ولا بتضلم؟ بتضلم. ده اسمه تدرج او تدريج. ان احنا في بدايه قعدتنا مع بعض كانت الدنيا منوره وزي الفل، بدات تعمل ايه؟ تضلم بالتدريج. اليومين دول في حاجه حلوه جدا جدا بتحصل، اتس جيتنج كولد. يعني اتس جيتنج كولد، الدنيا بدات تبرد، الشتاء داخل، يبقى اذا بتبرد بالتدريج. اتس هوت. اتس هوت يعني الدنيا حر. طب اتس جيتنج هوت، الدنيا بتحرر. اتمنى تكون فهمت الفكره دي. يبقى جيت وبيكم لما يجي بعدهم صفه دول بيفيدوا حاجه اسمها التدرج في الصفه. ودي كل معلوماتنا عن يعني ايه صفه اصلا. الصفه بتوصف اسمه وبتيجي قبله، وينفع تيجي بعده لو كان عندي verb to be، وبتيجي بعد الافعال دي اللي كلها معناها يبدو، وبتيجي بعد get وبيكم لما يكون بعدهم ايه؟ صفه. لما يجي بعدهم صفه بيفيدوا حاجه اسمها التدرج في الصفه. معلش انا بعيد اكتر واكتر، انا اصلا متعود على السبوره، بعتبر نفسي ان انا في القاعه بتاعتي قدام طلابي، فهتلاقيني بعيد اكتر. ممكن الناس بتتفرج على فيديو تقول لك انت بتعيد ليه؟ ما انا ممكن لو انا عايز اسمع تاني هرجع الفيديو، بس معلش استحملني في ده، سامحني. ده يعني ايه صفات. بس هل الدرس بتاع النهارده عن يعني ايه صفات بس؟ لا، الدرس عن ازاي استخدم الصفات في المقارنه بين الاسماء. فيلا نبدا وقول بسم الله. هديك مقدمه مهمه جدا جدا هتفرق معايا جدا جدا، او هي الدرس بمعنى صح. هطول فيها وافهمك يعني ايه طول صفه ودرجه مقارنه، وابدا بعد كده اخش في الانجليش بتاعي. قول بسم الله. عشان اقارن الموضوع واقف على حاجتين. اول حاجه اسمها طول الصفه. تاني كده، اول حاجه اسمها ايه؟ طول الصفه. تاني حاجه اسمها درجه المقارنه. طول الصفه ودرجه المقارنه، طول الصفه ودرجه المقارنه. امسك اول واحده اللي اسمها ايه؟ طول الصفه. الصفات من ناحيه الطول مقسومه على نوعين، صفه قصيره وصفه طويله. القصيره بتكون مقطع واحد بس، الصفات الطويله بتكون اكتر من مقطع، مقطعين او ثلاثه. مستر انا كده هحتار، ازاي اعرف ان الصفه قصيره او الصفه طويله؟ بص، هتلاقي في ناس تقول لك عد المقاطع، قسم وقطع الكلمه، مش عارف عد الحروف المتحركه. الكلام ده كله مش غلط، بس الكلام ده متعب وهيصدعك. القصه كلها ان انت بس اسهل طريقه لحد ما اديك شويه حاجات شاذه، يعني ان انا انطق الصفات. لقيت نفسك وانت بتنطق بتخطف على طول، بتخطف وتنجز، تبقى الصفه صفه قصيره. لقيت نفسك وانت بتنطق بتقطع وتقسم، تبقى الصفه طويله. مستر اديني اكزامبل، عايزك تقول معايا وانت قاعد حالا قول معايا: fast, slow, big, small, hot, cold, tall, short, high, low. كل اللي احنا قلناه ده صفات قصيره. كل اللي قلناه ده صفات قصيره. ليه؟ big, small, tall, short, hot, cold, high, low, fast, slow. كلها صفات قصيره. بعمل ايه؟ انا بخطف وبنجز نفسي وانا بتكلم، ما بقطعش ولا اقسم. دي اسمها صفه قصيره. تاني حاجه الصفات الطويله. بص كده: expensive. انت قطعت على 3 مقاطع. important صفه طويله. fantastic صفه طويله. fascinating صفه طويله. beautiful صفه طويله. interesting صفه طويله. كل الصفات دي صفات طويله. يبقى اذا خلصنا اول واحده اللي هي صفه قصيره وصفه طويله. صفه قصيره وصفه طويله. بعرف ازاي؟ بالنطق. طب تاني حاجه درجه المقارنه، وركز معايا عشان ده الدرس. من ناحيه درجه المقارنه احنا عندنا 3 درجات. اول حاجه انا هجيب احمد ده طوله 180 سم، وهجيب محمد ده طوله 180 سم. الاثنين بيجمعهم صفه الطول، ده طويل وده طويل. بس في حاجه ثانيه مهمه قوي، الاثنين بيجمعهم صفه الطول بنفس القدر. فاحنا وصف الدرجه الاولى بتاعت الصفات بنقول تساوي اسمين في صفر. قول معايا: تساوي اسمين في صفر. يبقى محمد طويل قد احمد، او محمد طويل زي احمد. ادي الدرجه الاولى. لسه ما قلتش اي كلمه انجلش، بس بجهز لك الدرس. طيب الدرجه الثانيه، لا هنجيب محمد ده 190 سم واحمد 180 سم. خد بالك، احمد طويل ومحمد طويل، الاثنين عندهم صفه الطول، ولكن محمد متفوق شويه في الصفه على احمد. فهقول ايه؟ الوصف الدرجه الثانيه: تفوق اسم على اسم في الصفه. تاني: تفوق اسم على اسم في الصفه. يعني محمد اطول من احمد.
اعتقد لحد دلوقتي الكلام مظبوط، الكلام ما فيهوش اي مشكله. تساوي اسمين في صفه درجه اولى، تفوق اسم على اسم درجه ثانيه. طب الدرجه الثالثه انا هجيب محمد ده طوله 2 متر و30 سم. عارف الناس بتوع السله الفظاع جدا جدا دول طولهم بيكون رهيب. ابص لمحمد كده، ما انا اكيد هبص له كده. محمد ده اطول واحد في شارعنا، محمد ده اطول واحد في مدرستنا، محمد ده اطول واحد في بلدنا، محمد ده اطول واحد شفته في حياتي. حد ملاحظ الجمل دي بقول فيها ايه؟ بقول محمد اطول واحد في مدرستنا. كده بقارن ما بين محمد واحمد، ولا محمد ومجموعه الناس اللي في مدرستنا كلهم المجموعه؟ يعني وصف الدرجه الثالثه يا مستر، وصف الدرجه الثالثه اني بقارن ما بين اسم ومجموعه اسماء، تفوق اسم على مجموعه اسماء. يبقى اذا مره ثانيه معلش استحمل لي في موضوع الاعداد ده، بس هو تعود. انا خلصت، بس هقول بسرعه وابدا انجلش. انا بقارن بناء على كام حاجه؟ حاجتين. اول حاجه طول الصفه، ثاني حاجه درجه المقارنه. تاني طول الصفه ودرجه المقارنه. طول الصفه انا عندي طولين، صفه قصيره وصفه طويله، زي ما اتفقنا بفرق ما بينهم بالنطق لحد ما اديك حالات شاذه للكلام دوت. بعد كده درجه المقارنه، من ناحيه درجه المقارنه انا عندي 3 درجات. اول درجه تساوي اسمين في صفه، اول درجه تساوي اسمين في صفه. الدرجه الثانيه تفوق اسم على اسم في الصفه. الدرجه الثالثه تفوق اسم على مجموعه اسماء. كده احنا جاهزين نخش بالدرس. ركز معايا يا رب، السبوره دي تسعفني في اللي انا عايز اعمله، لان انا عايز ارسم جدول زي ما برسمه بالظبط على السبوره. هنقول هنا، هنقول مثلا دي الدرجه الاولى. الدرجه الاولى دي كان ايه وصفها؟ كان وصفها تساوي اسمين في صفر. ان شاء الله السبوره هتسعفنا. بعد كده الدرجه الثانيه اللي كان ايه وصفها؟ جدع، تفوق اسم على اسم في الصفه. ادي تفوق اسم على اسم. بعد كده كانت الدرجه الثالثه كانت ايه؟ اجدع جدعان، كان تفوق اسم على مجموعه. تفوق اسم على مجموعه. ماشي، تعال نرسم الجدول. هنقول هنا الصفه بتاعتي قصيره، وهنقول هنا الصفه الطويله، ونقسم القصة بتاعتنا كده. رسام عالمي، رسام عالمي. اتمنى ما تكونش الرسمة شكلها وحش في الفيديو. طبعا مش عالمي ولا حاجة، انا بسف يعني. سفاح رسم. بص يا باشا، يلا خلاص احنا كده الدرجة الأولى الثانية الثالثة الاثنين في 3 اللي قلنا عليهم من شوية. قلنا ان في صفه قصيره وطويله، وقلنا ان في درجه اولى وثانيه وثالثه. حلو جدا، قول بسم الله. صح معايا. الصفه القصيره لو كان في درجه اولى اللي هي تساوي اسمين في صفه، القاعده بتاعتها كالاتي، ان الجمله بتكون كده: از صفه از. يبقى دي قاعده، از صفه از لو كانت الدرجه درجه اولى والصفه صفه قصيره. طيب تعالى عايزين ندي اي مثال يكون فيه تساوي اسمين في صفه. هقول مثلا محمد طويل زي احمد، زي ما قلنا المثال ده من شويه. هقولها ازاي؟ محمد الام دي عباره عن محمد is اتكلم معايا as tall as احمد. هنكتب الاسم كامل عشان عندنا مساحه نكتب فيها. محمد is as tall as احمد. محمد طويل زي احمد. ادي as والصفه واز. خلاص يا مستر، يبقى لو كانت الدرجه درجه اولى وكانت الصفه صفه قصيره، خلاص القاعده بتاعتها as والصفه واز. خش على الصفه الطويله لو كانت الدرجه درجه اولى. صح تفاصيل الجدول. as والصفه واز. يا مستر محمد انت اتلخبطت، انت لسه كاتب القاعده دي هنا. ايوه، ما هي لو كانت الدرجه درجه اولى سواء الصفه كانت قصيره او الصفه كانت طويله، هي قاعده واحده بس. والموضوع ده اصلا سهل جدا جدا. اتفه درجه فيهم من الدرجه الاولى اللي هي بتاعت تساوي اسمين في صفه. طيب تعال نحط مثال، بس هنا عايزين نحط مثال بصفه طويله، اوعى تنسى. عايز اقول الانجليش شيق زي الاسباني مثلا. هقولها ازاي؟ جدع والله اللي بيقول معايا. English is as interesting as Spanish.
الانجليزي شيق زي الاسباني بالظبط كده. احنا بنتكلم في الدرجه الاولى خلصناها، والدرجه الاولى حرفيا هي اتفه واحده فيهم، لان هي ما فيهاش اي لعب، الا طبعا لما اجي اتكلم في الفيديو بتاع التريكات ما فيهاش لعب بشكلها الاساسي. انت عندك 2 از، يعني ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل حركه روشه قوي، يروح جايب از دي ويحط نقط الناحيه دي، خلاص ما انا عارف ان عندي كام از؟ 2، يبقى از صفه از. او يجيب از دي وعايز نقط الناحيه الثانيه نفس الهبل، يبقى انا عايز از الثانيه. او يجيب 2 از وفي النص نقط، يبقى انت عايز ايه؟ انت عايز صفه. بس ركز معايا، ما بين از واز في حاجه اسمها صفه اساسيه بدون اضافات. قول معايا، صفه اساسيه بدون اضافات. تاني، صفه اساسيه بدون اضافات. يعني هحط صفه بدون اي اضافات، لان الصفات دي كمان شويه انا هضيف لها اي ار، هضيف لها اي اس تي. انما ما بين از واز انا عايز صفه اساسيه بدون اضافات. صعب الكلام ده؟ ان شاء الله مش صعب. خلاص يا مستر، خلصنا الدرجه الاولى، تمام خلصنا. خش على الدرجه الثانيه اللي كانت فيها تفوق اسم على اسم مع الصفات القصيره. ايه اللي بيحصل؟ بنروح جايبين الصفه، ادي القاعده، ونحط بعدها اي ار، ونرمي بعدها ذان. دي لو عايز اقول ان في حد اطول من حد، في حاجه اسرع من حاجه، في حاجه اقوى من حاجه، اكبر من حاجه، في تفوق اسم على اسم في الصفه. تعال نفس المثال ده بس خليه درجه ثانيه. بدل ما اقول محمد طويل زي احمد، عايز اقول محمد اطول من احمد. ها سمعني. ام ده اللي هو محمد، از طبق القاعده بسرعه، ادي tall، واحط في اخرها اي ار، واحط بعدها than. محمد is taller than احمد، وكده معناها ان محمد اطول من احمد. كده درجه ثانيه صفه قصيره. يلا مستر نخش على الايه؟ على الصفه الطويله في الدرجه الثانيه. معروفه بقى خلاص، بما ان كلها زي بعضها يبقى انا كده هحط اي ار. لا، تعالى ناخد قاعده من اول الحصه كده، من اول الدرس ده. الصفات الطويله ما بيتمش اضافه ليها اي حاجه، الصفه الطويله نفسها فيها اللي مكفيها. ما فيش حاجه اسمها importanter، حطش اي ار لامبورتنت. مفيش حاجه اسمها interesting، beautiful، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. الصفه الطويله انت بتعمل ايه مثلا عشان تجيب قواعدها؟ بنحنكش حواليها، نحط قبلها حاجه، نحط بعدها حاجه، لكن الصفه الطويله نفسها ملهاش اي اضافات. صح الكلام ده قوي. طب مستر خلاص، ايه القاعده بتاعت الصفه الطويله لما الدرجه تكون درجه ثانيه وفيها تفوق اسم على اسم؟ بنحط مور، والصفه الطويله بتاعتي وذان، ودي معناها اكثر من. وبنحط less، والصفه الطويله بتاعتي وذان، ودي معناها اقل من. دي القاعده. طيب عايزين نحط مثال يا مستر. المثال اللي فوق بس عايز احوله درجه ثانيه، فمش هقول الانجليش شيق زي الاسباني، هقول الانجليش اكثر تشويقا من الاسباني. ها جدع اللي بيقول English is more interesting than Spanish. تاني، English is more interesting than Spanish. الانجليش اكثر تشويقا من الاسباني. طب لو بدات نفس الجمله دي بسبانيش وعايز اوصل نفس المعنى، ها جدع هقول Spanish is less interesting than English، اقل تشويقا من الانجليش. ولكن ركز جدا 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 في اللي هقوله دلوقتي. عايز تقولي هنصغر الخط شويه، يا رب تشوفوا ده في الكاميرا يكون باين، لان هكتب حاجه هنا مهمه. خلاص يا مستر انا فهمت منك ان الصفه القصيره بنحط لها اي ار في الدرجه الثانيه، اما الصفه الطويله ما بنحطش اي ار، احنا بنحط مور او لس، اكثر او اقل، والصفه وذان. ولكن ركز في دي قوي. يمكن، يا رب تشوف الخط الرفيع ده، انا كاتب رفيع عشان المكان يكفي. يمكن استخدام لس مع صفات قصيره ولكن بدون اي ار. يمكن استخدام less مع صفات قصيره ولكن بدون اي ار. مستر انا كده اتلخبطت؟ ولا اي لخبطه. الصفه لو كانت قصيره بحط لها اي ار، الصفه لو كانت طويله بحط قبلها more او less، يعني taller، faster، bigger، higher، وهكذا. more interesting، more fantastic، more اللهم صل على محمد، more beautiful، more important، وهكذا. ولكن بقول less دي يمكن استخدامها مع صفات قصيرة بس بدون ولكن. بص، ولكن دي شبتت، الواو شبتت في لكن عشان القلم بيشبك الكلام، ولكن بدون اي ار. يعني ممكن لو عايز اقول ان احمد اقل في الطول من محمد، اقولها ازاي؟ هقول احمد is less، بس مش less taller،
less tall than محمد. less tall, less fast, less big, less hot, less high. تاني سهلة والله العظيم. less ممكن نستخدمها مع صفات قصيرة بس بدون ER. خلاص خلصت القاعدة دي. ماشي. خش على الدرجة كام؟ الدرجة الثالثة كان فيها تفوق اسم على مجموعة أسماء لو أنت فاكر كويس. إيه يا مستر القاعدة بتاعتنا؟ القاعدة بتاعتنا إيه؟ بتروح جايب، لا إحنا هنكبر خط تاني. بتروح جايب ذا وتروح حاطط صفتك وتروح حاطط EST. ذا والصفة و EST. اديني اكزامبل. لا هنا أنا عايز أقول محمد هو أطول واحد في المدرسة بتاعتنا. هقولها إزاي؟ ها جدع. محمد is the tallest boy in our school. محمد أطول واحد في المدرسة بتاعتنا. مفيش حد طويل زي محمد. طب تعالى يا مستر، إيه القاعدة بتاعت الدرجة؟ التالتة لما تكون الصفة طويلة هضيف إضافات. اتفقنا الصفة الطويلة ملهاش إضافات. طب هعمل إيه؟ هروح حاطط the most أو the least زائد الصفة الطويلة بتاعتك. the most معناها الأكثر على الإطلاق، the least معناها الأقل على الإطلاق. هنا عايز أقول بقى الإنجليش هو أكثر لغة تشويقا في العالم. هقولها إزاي؟ جدعان والله اللي بيقولوا دول. English is the most interesting language in the world. الإنجليزي هو اللغة الأكثر تشويقا في العالم. أتمنى ما يكونش صعب. ده الدرس الأساسي بتاعنا. ده الأساس بتاع الدرس. ده من غير أي تريكات، من غير أي أفكار. ده الجدول الأصلي. فأنت محتاج تبص بصة قبل ما تحل. زي ما اتفقنا أنا مركز على حاجتين، طول الصفة ودرجة المقارنة. بس برضه في حاجات كده أنت محتاج فيها شوية سنس. إيه الحاجات دي؟ دايما امشي بعلامات. امتى اعرف ان الدرجه درجه اولى؟ انت عندك كام از؟ 2 وبيكون ما بينهم صفه اساسيه بدون اضافات. هتلاقي اسم النحادي واسم النحادي وفي تساوي ما بينهم. خلاص كده علمت ان الدرجه ايه؟ درجه اولى. طب تعال نشوف الدرجه الثانيه دي ايه قصتها. في عامل مشترك كده لما بشوف بعرف ان عايز درجه ثانيه، اللي هو مين؟ ذان، لان ذان موجوده هنا وموجوده هنا. خلاص يبقى انا لما الاقي اسم النحادي واسم النحادي وفي تفوق اسم على اسم وعندي ذان بصحصح. بشوف يبقى انا فاضل لي لو كانت الصفه قصيره احط ER، لو كانت الصفه طويله احط ايه؟ مور او ليس. واوعى تنسى ان ممكن نستخدم ليس مع الصفات القصيره بس بدون ER. طب خلاص الدرجه الثالثه مستر ايه العامل المشترك ما بين القاعده بتاعت القصيره والطويله؟ انت عندك ذا. بس ما ينفعش نمشي على ان ذا دي علامه، ان ذا دي مش علامه مميزه، مش حاجه مميزه. ذا دي كلمه، اداه تعريف بنشوفها في كل حته. ولكن في حاجه مميزه جدا جدا في الدرجه الثالثه. ايه هي؟ ان دايما بتلاقي الدرجه الثالثه الجمله ماشيه كالاتي: في اسم في ناحيه والناحيه الثانيه مكبر لك الموضوع. محمد اطول واحد في مدينتنا، فمديك محمد ومديك المدينه كلها. برج خليفه اطول برج في العالم، فمديك برج خليفه ومديك العالم كله. دي اسرع عربيه سوقتها في حياتي، فمديك عربيه سريعه ومديك حياتك كلها بالعربيات اللي سوقتها. دايما هتلاقي الطرفين بتوع المقارنه الدرجه الثالثه ان انت عندك طرف والناحيه الثانيه هو مكبر لك الموضوع. ده الجدول اللي اعتقد ان انت خدته في اعدادي او ايا كان انت خدت الدرس ده امتى قبل كده. طبعا انت خدته في ثانيه، لو اللي بيتفرج عليا ثالثه ثانوي فانت خدته في ثانيه وخدته في ثانيه مرتين، ترم اول وترم ثاني. بس قبل كده خدته في اعدادي تقريبا او انا ما اعرفش. فده الجدول الاصلي، ده ما فيهوش اي مشكله، ما فيهوش اي حاجه. ده الجدول الاساسي بتاع الدرس اللي هو اي حد ممكن يذاكره بدون اي تركات بدون اي افكار. بس هل الموضوع كله بيكون كده؟ ما فيش اي حاجه شاذه، اي حاجه فيها افكار؟ لا. صح معايا. لا صح معايا. مش لا ما فيش افكار، اكيد في افكار. يعني لا هنقول الافكار. انتوا فاهمين. ساعات بيكون في صفات شاذه. يعني ايه صفه شاذه يا مستر؟ الصفه الشاذه او الشيء الشاذ عموما هو الشيء الذي لا يتبع القاعده، شيء مش ماشي معايا في القاعده. زي الصفه ايه؟ اشهرهم واولهم هي الصفه دي، الصفه جود. جود يعني ايه؟ جود يعني جيد، جود يعني حلو. طب عايز اقول بقى افضل من، معروفه مستر دي صفه قصيره فهحط ER تبقى جودر ذان. مفيش حاجه اسمها الكلام ده، مفيش حاجه اسمها جودر ذان. امال يا مستر اللي بيحصل ان انا لو عايز افضل اعمل كومباريزن يبقى كومباراتيف درجه ثانيه، بعمل حاجه اسمها better than.
دي كده درجة تانية. طب الدرجة التالتة اللي معناها الأفضل على الإطلاق دي اسمها the best. طب خش على اللي بعده. الصفة bad. bad يعني إيه؟ bad يعني سيء أهي. دي bad. طب عايز أقول أسوأ من، أوحش، يبقى اسمها إيه؟ يبقى اسمها worse than. عملنا تشبيكة ما بين worse و than، بس أنتوا فاهميني يعني. القلم هو اللي بيعمل كده. طب عايز اقول الأسوأ على الإطلاق تبقى ايه؟ تبقى the worst. صعب؟ ما اعتقدش صعب ان شاء الله. طب ركز معايا. عندنا ايه تاني يا مستر؟ عندنا صفة زي الصفة many اللي معناها كثير، وصفة زي الصفة much اللي معناها كثير. وصح عشان الاثنين معناهم كتير، بس الاثنين مختلفين. many بتيجي مع الاشياء التي تعد، وmuch مع الاشياء التي لا تعد. دول مالهم؟ دول بيبقوا more than اللي معناها أكثر من، والأكثر خالص بيكون the most. طيب عندنا حاجة تانية؟ عندنا little. little يعني إيه؟ little يعني قليل، بس مع الشيء الذي لا يعد. أي حاجة ما بتتعدش. هناخد درس الكاونتبل والانكاونتبل في المنهج بتاعنا. بتبقى less than، بتبقى the least معناها الأقل على الإطلاق. بما إننا اشتغلنا في السكة دي يبقى أنا لازم أحط few، مع إنها مش شاذة ولا حاجة، بتحط لها ER و EST، بس يعني بما إننا اشتغلنا في حتة اللي بيتعد وما يتعدش. أنت عندك صفة اسمها few معناها قليل مع العدد، بتبقى fewer than، والناحية التانية the fewest. باكد ان هي مش صفه شاذه، ولكنها بما اننا اشتغلنا في موضوع بيتعد وما يتعدش والكلام ده. ركز معايا في دي عشان دي مهمه جدا جدا. انا عندي صفه اسمها far. far يعني بعيد. far دي بقى ليها سكتين. سكه farther than بحرف الاي عادي جدا، دي الدرجه الثانيه معناها ابعد من، وهتديني هنا the farthest. وليه سكه ثانيه؟ ايه السكه الثانيه بتاعتي؟ سكه النقل بحرف الاي ده يبقى حرف يو، فهقول further than، وهنا the furthest. مستر في فرق ما بينهم؟ طبعا في فرق ما بينهم. far بتبقى farther than او the farthest لو بتكلم على بعد المسافات اللي انت عارفه القاعده الاساسيه بتاعت الفعل ده. My house is farther from school than yours. يعني ايه؟ بيتي ابعد من المدرسه عن بيتك، ابعد مسافه عادي جدا، المعنى الاصلي بتاع الصفه far. احمد's house بقى، بيت احمد is the farthest يعني ابعد بيت فينا، بعد مسافات عادي جدا جدا. امال يا مستر ايه further اللي باليو دي وذا furthest اللي برضه باليو؟ هنا بنتكلم في بعد تفاصيل، بعد داتا، بعد معلومات. لو مثلا عاملين فيديو Q&A questions and answers سؤال واجابه مثلا، مش فيديو، لو انا في القاعه بقول للطلبه حد عنده سؤال، بدات الطلبه تسال واجاوب، تسال واجاوب، تسال واجاوب، في الاخر قلت any further question. تاني any further question. يعني ايه any further question؟ هل في سؤال ابعد من كده؟ هل في اسئله تاني؟ هل في اسئله اضافيه اكتر؟ معرفش ممكن تكون لمحت ده ولا لا، بس ممكن تكون ماشي في الشارع تلاقي يافطه موجود عليها اعلان لاي منتج او اي شركه، ويقول لك for any further information call كذا كذا كذا، لاي معلومات ابعد او اضافيه اكتر من كده اتصل بكذا كذا كذا. فانت هنا ابعد، بس مش ابعد في المسافه، ابعد في المعلومات، ابعد في الاسئله، ابعد في التفاصيل وهكذا. ركز في الفرق ده عشان ده مهم جدا جدا. دي الصفات الشاذه اللي موجوده عندك، اللي مش زي بقيه الصفات اللي كانت في الجدول، موضوع نحط اي ار واي اس تي والكلام ده كله. صح لي الكلام المهم جدا 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 ده. اتمنى يكون مفيش مشكله، وان شاء الله مفيش مشكله، الموضوع واضح جدا. ركز معايا. قلت لك من شويه في اول الحصه خالص، قلت لك ان انا عندي طول صفه وعندي درجه مقارنه، وقلت لك ان طول الصفه في صفات قصيره وصفات طويله، بعرفهم بالايه؟ بعرفهم بالنطق. الموضوع فعلا بالنطق، ما فيهوش اي مشكله. لو خطفت وانجزت تبقى الصفه ايه؟ قصيره. لو قطعت وقسمت تبقى الصفه طويله. ولكن في حالات شاذه للكلام ده. عندي صفه زي الصفه كليفر اللي معناها شاطر، وصفه زي الصفه كومن اللي معناها شائع، وصفه زي الصفه سيمبل اللي معناها بسيط، وصفه زي الصفه كوايت اللي معناها هادي. مالها الصفات ده يا مستر؟ الصفات دي قصيره وطويله في نفس الوقت.
يعني ايه يا مستر قصيره وطويله؟ بنتعامل معاها لانها صفات قصيره وعلى انها صفات طويله. عايز اقول محمد اشطر من احمد، هقولها ازاي؟ هقول محمد is cleverer than احمد. او عادي جدا جدا ان اعتبر ان clever صفه طويله واقول محمد is more clever. لو انت مركز فانت عارف انا بعمل ايه، بعتبرها صفه قصيره وبعتبرها صفه طويله. الجمله دي صح والجمله دي صح. فالصفات دي صفات طويله وصفات قصيره في نفس الوقت. ينفع نحط لها اي ار واي اس تي، وينفع نحط مور والصفه وذان، وينفع نحط ذا موست قبلها او ذا ليست، والكلام البسيط ده جدا. صعب الكلام ده؟ ان شاء الله مش صعب وانت فاهم. طب مستر عايز تقول ايه تاني؟ الهرو ده مهم جدا جدا يا جدعان. عندي صفات مهمه جدا جدا زي الصفه dead. dead معناها ميت، وزي الصفه alive اللي معناها عايش، وزي الصفه amazing، وزي الصفه fantastic، وزي الصفه enormous، وزي الصفه right، وزي الصفة wrong، وزي الصفة enormous exhausted. ما خلصناش لسه. بصوا هما طبعا مش يعني ده على سبيل المثال مش الحصر، مش دي كل الصفات اللي في الانجليش اللي بتحمل القاعدة اللي هتكلم عليها دلوقتي، ولكن ركز في قوي 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 في اللي هقوله دلوقتي. الصفات دي اسمها ايه؟ اسمها صفات جامدة لا تستخدم في مقارنات. تاني كده، صفات جامده لا تستخدم في مقارنات. الصفات دي صفات غير قابله للمقارنه بيها. ازاي يا مستر؟ انت عندك الصفه ديد يعني ايه؟ ديد يعني ميت. ما ينفعش اقف قدام جثتين او واقف في التراب ولا حاجه فاقول اللي هناك ده ديد. but that one there is deader او more dead. مفيش حاجه اسمها يعني ايه ده ميت وده اموت منه. هو انت يا عايش يا ميت، دي حاجه ما فيهاش درجات. انت ممكن لو بنتكلم في الصفه طويل، في طويل وفي اطول وفي اطول وفي اطول وفي اطول واحد في الدنيا، ففي درجات، في تدرج. ينفع قارن، ينفع ده اطول من ده، انما مفيش حاجه اسمها ده اموت من ده، مفيش الكلام ده خالص. مفيش حاجه اسمها ده عايش وده اعيش منه او عايش اكتر منه، مفيش حاجه اسمها الكلام ده خالص. ما ينفعش اقول ديدر او الايفر او مور الايف او الكلام ده، ما ينفعش. اميزنج برضو، اميزنج انت بتتكلم في صفه بتوصف انك وصلت لاعلى درجات الجمدان، فمفيش اجمد من كده. مفيش حاجه اسمها مور اميزنج ذان ولا less amazing than. فانتاستيك نفس الموضوع. انورمس معناها ضخم جدا جدا. مستر ما انا ممكن اقول ان في حاجه اضخم من حاجه او اكبر من حاجه، استخدم big. ده is bigger than ده اكبر من ده. انما انورمس ما فيش حاجه اسمها more enormous، مفيش حاجه اسمها انورمس بتوصف ان الحاجه دي في حجمها وصلت لاجمد حاجه في الدنيا. رايت ورونج، مستر انت هنا بتحور بقى، لان انا ممكن اقول ان في صح وفي اصح. ما هو مش لازم كل حاجه تميك سنس بالعربي، دي قاعده في الانجليش. ما فيش حاجه اسمها رايتر ذان. You are right but I'm righter than you. لا ما فيش الكلام ده. Wronger than you، ما فيش الكلام ده خالص. طب يا مستر لو عايز اوصل المعنى بتاع العربي بتاع ان في صح وفي اصح منه، هقول لك مثلا he has a stronger point of view than me. عنده وجهه نظر اقوى مني. عنده وجهه نظر هنا معناها اقوى مني او اصح مني. انما الصفر رايت ما بتتصرفش، ما احطش اي ار، ما احطش اي اس تي. اكزوستد معناها تعبان. يا مستر ما ينفع نقول ان في حد تعبان اكتر من حد، لا بس ساعتها هستخدم tired. he is more tired than me. انما exhausted معناها منهك، وصل لاعلى درجات الانهاك والتعب. فالصفات دي صفات جامده لا تستخدم في مقارنات. صح الكلام المهم جدا جدا ده. ماشي. الفيديو ده كفايه عليه كده عشان ما يطولش اكتر من كده وتزهق مني. بس انا كده في الفيديو ده انا قلت الاساسيات بتاعت الدرس، قلت اساسيات المقارنات اللي تخليك تحل جمل كتير جدا على فكره بالفيديو ده. ولكن في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن تريكات الدرس ده. هنتكلم على ايه بقى بتاع الناس الكبار، الكلام بتاع الناس الكبار اللي كان موجود في ثانيه وموجود السنه دي برده في ثالثه. الكلام بتاع التريكات وبتاع الافكار ما فيهوش حاجه صعبه، بس القصه ان النقط كتير زي ما قلت لك. خليك جدع، مذاكر كمان مذاكره، ما تتعبش وما تزهقش. وكالعاده في كل الفيديوهات هقولها واتمنى ما تزهقش، يعني اتمنى ما تزهقش والله. وهي ولا شعارات ولا انا مش حافظ كلمتين طالع بقولهم لك، انا بكلمك في فعلا عصاره خبره سنين
ان بدايه كل حاجه عظيمه هتحققها في حياتك اولها ايام زي دي، اولها ايام فيها تعب، اولها ايام فيها شقه، محتاجه منك جدعنه، محتاجه منك صبر، محتاجه منك جلد. فبعد اذنك ما تزهقش وكمل. ظبط الفيديو ده واستنى الفيديو التاني ينزل. الفيديو التاني هيكون فيه عظمه ان شاء الله، هنعرفك كل التريكات اللي في الدرس ده كالعاده بامر الله، كاني بالظبط قدام طلاب السنتر، كاني واقف على السبوره. وممكن طلاب السنتر حتى يحطوا الكومنتس على الفيديو فيقولوا لك ان فعلا اللي بيتقال هنا احنا ما بحطش حاجه، عارف انت، انا اسف اللي هقوله بس شوق ولا تدوق، اللي هو عارف انت، اشرح كده للطالب كلمتين فيحس انك مدرس كويس، بس خبي عنه معلومات، خبي حاجه حطها على المنصه بتاعتك، او خبي حاجه حطها في السنتر. ما بعملش كده، ربنا وحده اعلم. ان احنا بنحاول ننفعكم وبنحاول نفيدكم، واللي بيتقال على السبوره ده هو اللي بيتقال في كل السبورات بتاعتنا، في كل السنترز بتاعتنا، على قدر علمنا البسيط جدا. ربنا يبارك فيكم ويحميكم يا رب ويوفقكم لكل الخير. السلام عليكم.